بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخوتي الكرام، العائلة الكبيرة ديال قناة الإنسانية 676 المباركة. اليوم في ألمانيا عرفت عطل كبير يضرب جميع مطارات ألمانيا حسب صحيفة بيرل الألمانية، مما أدى إلى تعطل أنظمة الكمبيوتر التابعة للشرطة الفيدرالية المسؤولة عن فحص الركاب. يعني أمر خطير إخواني الكرام. تصوروا دابا الخسارة اللي غتكون في المطارات، الخسارة الاقتصادية اللي غتكون عند شركات الطيران في ألمانيا، وما عرفوش السبب مناش. واش هو من هاد العاصفة الشمسية اللي ضربات منذ أيام، يومين أو ثلاثة، واش هو بسبب الأجسام المضيئة اللي تظهر في عدة دول، الله تعالى أعلم. المهم أخوتي، هاد الزمن راه عجيب وغريب. وفي نفس الوقت يعني في نفس اليوم تركيا تتعرف واحد الزلزال، واحد الهزة أرضية وزلزال يضرب بقوة 4.5 على سلم ريختر، وضرب بالضبط مع 4:15 دقيقة في ولاية ألانيا، والعمق ديالو كان هو 7 كيلومتر، وشعرت به العديد من الساكنة في تركيا. يعني ألانيا، محمود لارا، صالار، غازي باشا، وولاية مرسين وأطلانتا، ومجموعة ديال الولايات في تركيا. العديد من المدن التركية بطبيعة الحال قريبة من البحر الأبيض المتوسط، واللي كانت قريبة عند ألانيا. وفي نفس الوقت كذلك سبحان الله العظيم إثيوبيا تضربها موجة من الزلازل التي تعد الأخطر والتي تهاجم إثيوبيا على الإطلاق. وكذلك هزة أرضية في الجزائر اليوم قوة 3.6 على سلم ريختر، وكاين بعض مراكز رصد الزلازل سجلت 4 على سلم ريختر، وعمق بلغ 30 كيلومتر، والمركز ديالو كان مدينة حمادي. وشعر بهذه الهزة الزلزالية عدة مدن مجاورة لمدينة حمادي. فعليا إخواني الكرام، هذه هي الأخبار ديال اليوم، باش تعرفوا بأن هذا الزمن رشح وفيه تقلبات كثيرة. فأنصح إخواني الكرام المحبين الشريف محمد الإدريسي العالمي اللي تيبغي لكم الخير، والقناة الإنسانية 676 المباركة، أنكم تكونوا دائما محسنين بأذكار الصباح والمساء. يعني خذوا لكم واحد 2 الأذكار ولا 3، حافظوا عليهم في الصباح وفي المساء. رانا عندي سلسلة ديال الأذكار الصباح والمساء في الفيديوهات القصيرة، ادخلوا ليها وشوفوا لنا 2 ولا 3 وحفظوهم، ولا شروا الكتيب ديال أذكار الصباح والمساء من صحيح السنة والكتاب. وأنصحكم بالصلاة على النبي، يعني 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء على الأقل، باش تكون لكم بركة وتحصيل وعناية من الله تعالى ببركة الصلاة على النبي. والإنسان اللي تيسافر في الطائرة أو لا المهم الناس بالنسبة للشوافرية اللي تيسوقوا مساكن اللي ديما في الطريق، سواء السائقين ديال الكاميوات، او ديال القطارات، او اي سائق كما كان، او ديال الشاحنات، الناس مساكن اللي غاديين جايين في الطريق يضربوا طريق طويله، كونوا دائما محصنين على وضوء، وصلوا شي بركه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي عنده السفر اجباري، وبالنسبه اللي عنده السفر اختياري يصلي صلاه الاستخاره، واش داك السفر فيه خير ولا لا. لان الطائرات دابا كتلاح بزاف، بخصوص التجار ورجال الأعمال والناس اللي تيسافروا بزاف عبر الطائرة، ما يسافر حتى يستغفر الله تعالى. وبالنسبة للصلاة على النبي درت عليها واحد الدرس جيد جدا ومبارك، وهضرنا فيه بالسريان، ذكرنا فيه البركات ديالو بعنوان كيف أبدأ الصلاة على النبي لتحقيق أهدافي الدينية والدنيوية. أنا غنخليه لكم في أول تعليق، اللي بغى يستافد منه صافي اخوتي الكرام. وغنخلي لكم حتى الدرس ديال صلاة الاستخارة بالنسبة للناس اللي تيسافروا بزاف، يستافد منه ويتبرك منه ويرفع مستوى الوعي ديالو بخصوص صلاة الاستخارة باش يبقى يحافظ عليها. فراه هاد السنة غتكون عجيبة، ونسأل الله فيها السلامة للمغرب والجزائر والجميع الأمة الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء. وبالنسبة للمغاربة خوتي اللي كاينين في تركيا وفي إثيوبيا وفي إفريقيا وفي الجزائر، ياخذوا بعض النصائح سهلة. أذكار الصباح والمساء حافظ عليها، وورد من الصلاة على النبي، تكون دائما على وضوء. وديك الساعة سير خدام ولا سير للبحر، إلا كنتي صياد بحار، إلا كنتي في فراسوق مع راساتك الكامية ولا هادي. بالنسبة للناس اللي يديروا الترونسبور
كنتي باغي تسافر راه صلي فيها الاستخارة وسافر مع راساتك. صافي اخوتي الكرام، يلا السلام عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.